أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك امرأة برج القوس. مساء الفل عليكم ومساء الفرحة والسعادة عليكم ومساء الطاقة الإيجابية. النهاردة هنتكلم عن قراءة عاطفية وكمان قراءة مهنية وعملية، وفي أشياء مهمة عايزك تطمني قلبك بيها، هقولك عليها في الفيديو. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإن كنت مشتركة بالفعل ياريت نعمل لايك ومشاركة للفيديو وكمان تعليق على الفيديو علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من محبي امرأة برج القوس. أولا امرأة برج القوس، انتظروا مني الفترة اللي جاية دي إن شاء الله هعمل نظام فيديوهات مهمة لامرأة برج القوس، وهي يوميات امرأة برج القوس. يعني هنزل كل يوم فيديو على الغد، فيديو على الغد، فيديو على الغد. يعني هتبقى نظام يوميات امرأة برج القوس كل يوم، وده يعني هعمله كمان لكافة الأبراج. فإن شاء الله هبدأ ببرجكم بإذن الله كام يوم الجايين دول، وإن شاء الله يا ريت أشوفكم تبقوا فرحانين وسعداء على طول. امرأة برج القوس، الفترة دي انت بتمر بمرحلة من القلق، بمرحلة من الخوف وعدم التركيز. حاسة ان الدنيا ممكن نقول مش ماشية معاكي جوي، يعني مش زي اللي انت عايزاه في دماغك وفي قلبك. انت عايزة ليفل معين او مستوى معين، وبتحاولي انك تصل لهذا المستوى، ولكن بتحس نفسك ان في شيء بيعطلك، شيء بيأخرك، شيء مش بيخليكي تندفعي للأمام، بل لما بتتقدمي خطوة بتحس نفسك بترجعي خطوتين لورا. أنا عايز أفهمك شيء مهم امرأة برج القوس، إن هذا الشعور شعور سلبي، شعور طاقة سلبية، شعور لابد إنك توقفي هذا الشعور. لازم توقفي هذا الشعور، تمنع التفكير بالطريقة دي، علشان في خير قادم ليكي، في سعادة قادمة ليكي. فانت ما تعطليش الدنيا بالافكار السلبية اللي انت ساعات بتفكري فيها او بتيجي في دماغك. بمعنى ان زي ما بنقول في قانون التوقعات، كل ما تتوقعيه سوف تجديه، كل ما تتوقعيه سوف تجديه. فخلي بالك من الموضوع ده. الفترة اللي جاية دي امرأة برج القوس هيكون في بعض التغيرات هتطرأ على حياتك العاطفية. هتكون حالتك العاطفية في حالة من الاستقرار والهدوء العاطفي. هيكون عندك فرحة في أرض بيتك أو في منزلك. هيكون في اتصال بيطمن قلبك الفترة اللي جاية دي. ولكن في بعض الأشياء المهمة هقول لك خلي بالك منها. أول حاجة، اضبط أعصابك قدر الإمكان، وكوني متسامحة مع المحيطين بيكي، لأن ممكن يحصل سوء تفاهم في الجو العائلي. فخليكي على قدر الإمكان تكون عندك ضبط أعصاب، وابذلي جهدك اللازم لتحسين علاقتك في الجو العائلي، لأن هيكون في عندك فرحة في أرض بيتك. فلابد إنك تبتعدي عن أي سوء تفاهم يحصل، لأن دايما الإنسان لما بيكون وراه شيء مهم ساعات بيبقى متسرع في رد فعله. ممكن يعني أي نقاش بسيط بيتحول إلى خصام، ويتحول إلى نقول عليه عصبية، إنك تتعصبي. لا، فتحاولي إنك تكوني بقدر الإمكان عندك ضبط لأعصابك، وإنك تكوني متسامحة مع المحيطين بيكي. كمان الفترة اللي جاية دي يعني نقول عليها زي ما بنقول في المثل، الغيوم اللي عكرت عليك حياتك الفترة اللي فاتت دي أصبحت خلاص مرحلة وهتعدي، مرحلة وهتعدي. لأن في إنسان ناجح هيظهر في حياتك. الإنسان ده هيكون ناجح في عمله وناجح في حياته العاطفية أيضا.
هيصادفك هذا الإنسان وهتضعي أنت وهو أموركم في نصابها الصحيح، وهيكون عنديكي تصرف نابع من إرادة حكيمة واندفاع منطقي. يعني حياتك العاطفية هتكون مبنية على قراراتك، هتكون مبنية على قراراتك. انت مش هتسمعي كلام حد ولا هتدخلي حد في حياتك العاطفية. يعني الاختيار بتاعك هيكون اختيارك. الفرحة دي هتكون بسبب انت اخترتي، انت اللي اخترتي. ممكن تكوني قبل كده اختار لك حد، والدك، اخوكي، اختك، حد تبعك من محيط العائلة، لكن المرة دي انت هيكون عندك الاختيار والقرار من دماغك. وهيكون الآخرين برضه فرحانين بيكي على انك انت بتعرفي تختاري وعلى مسؤوليتك. كمان عايزك لا ترهقي نفسك كثيرا في العمل الفترة اللي جاية. يعني خلي دايما عنديكي بعض الراحة، ما تسهريش متأخرة، لأن السهر الكتير بيخلي عنديكي تشتت في الانتباه، وبيخلي كمان عنديكي أرق، يعني صعوبة في التركيز. كمان الفترة دي اللي انت جاياكي دي هي فترة جميلة هتحصل فيها على مكاسب مادية وأدبية. وكمان هو بالنسبة ليك الفترة اللي جاية دي عبارة عن شهر عسل وفترة أحلام. امرأة برج القوس، في شيء مهم كمان بالنسبة ليكي، بكرر دايما وبكررها دايما لامرأة برج القوس: لن يعود الماضي الضائع ولن يفيد الأمل الخائب. ابدأ من جديد، فربما يسعدك الحظ مرة أخرى، ربما يسعدك الحظ مرة أخرى، لأن في سعادة جايالك، في سعادة جايالك، وهتنظر إلى الحياة نظرة وردية. يعني لأن الحياة حلوة، فحينما تنظرين إليها بتفاؤل هتكوني عندك في سعادة. ولكن إذا نظرت إليها بنظرة قاسية وتعودت على ارتداء النظارة السوداء فهتحجب عنك الرؤية. يعني أنت مش هتشوفي الخير والأخبار السعيدة اللي جايالك. فحاولي دايما إنك تبصي بصة زي ما قلنا في البداية خالص، انزع منك الشعور، بطل الشعور بالطاقة السلبية، وخليكي دايما مستعدة انك تستقبلي الحظ مرة اخرى في حياتك. فالحظ هيأتيكي في الفترة اللي جاية دي. انا شايفك كمان الفترة اللي جاية دي ان هيكون عنديكي فترة راحة او استقرار وتفاهم مع من تحبيه، ولكن لا تعكري صفو حياتك بتذكر الماضي او بالشك. اهتمي بالوفاق والتفاهم مع من تحبي، فأنت على موعد مع الهدوء في علاقتك العاطفية التي ظلت متوترة. فحاولي انك تنتبهي جيدا لعلاقتك العاطفية الفترة اللي جاية دي. كمان سترفرف السعادة على حياتك العاطفية إذا عرفت كيف تحتفظي بروح المرح، بروح المرح والتضحية وإنكار الذات والبعد عن القيل والقال. فده كله هيساعد امرأة برج القوس على النجاح. خلي بالك أنا بكرر تاني، أنت محاطة بعدد كبير من الحساد، فحاول تحصني نفسك وتدرسي كمان بدقة لاختيار الأصدقاء اللي حواليك. امرأة برج القوس، في امرأة هتبلغك بالتليفون أو ممكن تأتيكي بخبر حلو وكلام رائع عن شخص بيريد الرجوع إليك وبداية علاقة عاطفية قوية، لأن في بشارة حلوة جايالك الفترة اللي جاية دي. كمان الفترة اللي جاية دي في عندك فوز عظيم وحصاد لما زرعتيه من قبل. في أيضا بالنسبة للمنفصلين في رحيل كاذب ولفة وراجع. رحيل كاذب ولفة وراجع، يعني إيه معناها الكلمة دي؟ رحيل كاذب ولفة وراجع. الرحيل الكاذب ممكن يكون حدث انفصال أو بعد عنيكي لفترة، لكن هيلف وهيرجع لك، هيلف وهيرجع لك. كمان هيكون في عندك لقاء انتظرتيه كثيرا أو كثير على أجر من يعني أحر من الجمر، وهذا اللقاء هيكون في مناسبة سعيدة، وده اللي هيسبب المناسبة السعيدة لحياتك. كمان في مال هيأتيكي من خلال طبعا العمل،
ولكن برضو يريد منك العمل دايما الالتزام وفهم عملك وطبيعة عملك جيدا، وإنك تطوري نفسك. فالعمل يحب دايما الناس المركزة، الناس الملتزمة، الناس اللي تستطيع إنها تصل إلى اللي هي عايزاه وكد المسؤولية. فهي فترة جميلة بالنسبة ليك امرأة برج القوس. هتبدأ من غدا إن شاء الله، اللي هو موافق يوم 13 فبراير لغاية يوم 13 أبريل. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك، وإلى اللقاء.